الطبق ده لو اتحط في اي عزومه هيبهر كل اللي قاعدين، عشان ده احلى ورك ديك رومي متحمر في الفرن كده واخد من طعم الفحم دايب يا جماعه وطعمه تحفه. تعالوا اقول لكم عملته ازاي. في الاول انا هحضر التتبيله. في الكبه هحط بصل، طماطم، فلفل اخضر وفلفل حراق لو تحبوا. بحب قوي احط جنزبيل فريش بيدي طعم حلو قوي في التتبيلات. حطيت كمان توم مفروم وعلبه زبادي صغيره، كمان معلقه كبيره من الصلصه وعصير ليمون. والتوابل معلقتين ونص صغيرين من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وتتبيله المشاوي بتاعت شيفي ميكس اللي بجد ما بقتش قادره استغنى عنها في اي تتبيله بعملها. حطيت منها معلقتين صغيرين، اخر حاجه زودت شويه زيت وعسل ابيض. هنضرب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس قوي وكده التتبيله تكون جهزت. وده بقى كان الورك بتاعي، ده كان 3 كيلو. الاول هنشفه بس بالمناديل من اي سوائل، وهنعمل فيه فتحات عشان التتبيله تخش له من كل حته. هننزل بقى التتبيله على الورك وهنوزعها كويس قوي من الوش ومن الظهر ومن تحت الجلد. واحلى طريقه بقى لتسويه الديك الرومي هو الكيس الحراري، عشان ما بيخليهاش تاخد وقت كتير خالص في التسويه، وفي نفس الوقت بيطلعها دايبه. حطيت بقى شويه منكهات كده، ورق لورا وقرفه وحبهان وزعتر. وهنقفل بقى الكيس كويس قوي ونحطه في صينيه، ونزود نصها ميه وكمان شويه خل عشان ما تسودش. كمان نعمل فتحات في الكيس عشان ما يفرقعش في الفرن. وهندخله بقى الفرن، وده عشان كان 3 كيلو فخد معايا 3 ساعات بالظبط، وكان استوى وكان دايب جدا. اول ما بيستوي بنفتح عليه الكيس وبندهنه بالدهون اللي وقع منه دي، وندخله بقى الشوايه كده ياخد اللون الحلو ده. وطبعا قدمته مع رز بسمتي وعملناه مع بعض كتير قوي، ولحد دلوقتي الاكله طعمها تحفه جدا. بس تعالوا بقى نديها ليفل اعلى بكتير. ولعوا فحمه وحطوا عليها شويه سمنه وغطوا الكلام ده كله 10 دقايق كده، وافتحوا يا جماعه بجد وادعوا لي بجد، والله كان طعمها رهيب، لازم تجربوها.